السلام عليكم، كي درتو؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير يا ربي. اليوم جبت لكم واحد الساندويشات بالاسكالوب ديال الدجاج وتيجوا ساهلين واقتصاديين. الا بغيتو ديو وليداتكم للبحر ولا لابيسين ولا في الدار ولا كل واحد يدير بهم شنو ما بغى. بالنسبه للتتبيله درت بزار ومليحه، درت لا موطارد. وليت كنحط لكم فيديوهات عاديين، ما بقيتش كنجبد قوت المعان، وليت كنعجز ما بقيتش كنصاوب فيديوهات على الشغل اللي تيكون في. الا بغيتي تحط شي فيديو تتكون تماره بزاف، وليت كنقلل من داكشي باش ما نتعبش حتى انا ونبقى نزيد نحط الفيديوهات ان شاء الله. درت هنايا اليازير اللي مغسول وميبس. هادو لي سكالوب ديال الدجاج غسلتهم، ضروري تجيبوهم وتغسلوهم بالخل مزيان البيض وتخلوهم فيه 6 ساعات 6 ساعتين مع المليحه والماء. صفيتهم ونشفو حتى نشفو مزيان من داك الماء وتبلتهم. من الاحسن خلوهم يديروا يباتوا ولا خلوهم من ساعه تل ساعتين حتى 3 سوايع حتى ياخذوا ديك التتبيله وداك اليازير وتيجي واحد المذاق زوين. جبت داك الخس الطويل غسلته مزيان حتى هو غادي نقطعوه على الطول، وغادي يجيو ساهلين بزاف هاد السندويشات. كلشي يقدر يوجدهم، هذه عا فكره بغيت نشاركها معكم. قطعت الخس على الطول، قطعت ديك مطيشه تكون قاصحه دواور، حيدت ليها الزريعه ديالها، جبت كورنيشو حتى هو غادي نحطو، وهادشي اللي قطعت كله غطيتو درتو في الثلاجه. من بعد درت الخس اللي بقى ليا قطعته رقيق، زدت معاه مطيشه وحده بالقشره ديالها، خياره وبصيله صغيره. هذا الشلاضه تقدروا ديروا معاه الدجاج، تقدروا ديروا معاه لافوكا، تقدروا تزيدوا معاه الطون، نتوما اختيار لكم، انا خليتها غير بحال هكا. بالنسبه للعصير عندي 2 ديال الخيزويات، 3 ديال الليمونات، الا كانوا كبار ديروا غير 2. وغسلتو مزيان هادشي وغنخلي كلشي بالقشره ديالو. غناخذ القشره ديال الليمون ولكن ما نوصلش اللبد الابيض، غير كيف تتشوفوا تتبقى الليمونيه القشره. هذيك القشره هي اللي تتعطي داك اللون بزاف وكتجيب واحد البنه في العصير. حيدت لهم القشره كاملين، من بعد غادي نحيد لهم القشره البيضاء حتى نوصل الليمون، ونقطعهم على النص ولا على 4 باش نحيد ليهم العظم باش ما يجيش مار. بالنسبه للقشره ديال الحامضه من الاحسن انا حيدت ليها القشره بحال الليمون، ولكن نتوما حكوها، من الاحسن حكوها حيت شويه مرارات ليا العصير. حتى هي كنحيد ليها القشره بحال هكا ونقيها حتى هي مزيان. هذا العصير تيجي منعش بديك الحامضه وداكشي. بالنسبه للصيف تيجي ما بين طيبه الحامض ما بين طيبه الليمون، تيجي زوين بزاف. صافي وكنطحنو غير بالماء بيطرو ديال الماء. هاد 2 خيزوات تنحيهم حتى هما بالقشره، كنحيد ليهم غير الا بانت ليا شي حاجه كحله باش ما تجيش ديك اللون كحل في العصير. كحلت شويه حيت ما كانش تتبان لكم مزيان فين تنقطع خيزو. صافي بحال هكا كيف شفتو قلت لكم وليت كندير معكم داكشي عادي، ما عادي كيف ديما. درت 4 ديال التمرات، غادي نزيد الماء، ضروري تزيدوا السكر حيت الا ما درتوش السكر غيجيكم شويه مار. لما بغيتوش ديروا السكر ما ديروش كاع القشره. طحنت مزيان مزيان مزيان، ميكسيت مزيان. والسكر انا نتوما اختياري، بغيتو ديروا ما بغيتوش ديروا لكم الاختيار. صافي درتهم يبردوا. من بعد دابا درت باش نقلي لي سكالوب ديال السيق، بعد ما بقاو وجدت كلشي هما الاخرين غادي نقليهم. غادي درت المقله حتى سخنات ديال الزيت، وغادي نقليهم على خاطرهم حتى يتقلاو، خداو الوقت باش تقلاو. الا بغيتهم يتحمروا دغيا ديروا ليهم البيض، انا ما درتش كاع البيض ولكن بقاو حتى باش طابوا ليا مزيان. صافي من بعد كنبدا نقطعهم على الطول. جبت خبيز عادي بريزيان عادي، درت فيه الخس، مطيشه اللي قطعتها ونشفتها. دوك لاصوص راني درتو فيه البزار وشويه د المليحه وشويه د زيت البلديه، لا موطارد، الحلوه والمايونيز. هذا هو لاصوص ولكن راه جا زوين. هاد السندويشات تيبغوا لاصوص تكون فيها طيبه الحلاوه. صافي من بعد ما وجدت كلشي غادي نديرو نشاركو معكم في الثلاجه. جا زوين بزاف وبالصحه والراحه. الى فيديو قادم ان شاء الله.